مرحبا اخواننا، مساكم الله بالخير. طبعا الساعة 5:15 في مدينة سامسون شمال تركيا، المدينة الجميلة. حياكم الله اخواننا اعزائنا. اليوم صرف الليرة تحسنت شوية، صارت 758، يعني 75,800 ليرة، 75,800 ليرة سعر الدفتر. مناسب يعني للي يشتري عقار، مناسب للي يستثمر عقار، لأن صرف الدولار يناسبه، والليرة يعني بعدها مقابل الدولار نازلة. اليوم تقريبا 25 بالشهر، يوم الجمعة، شهر 12 2020، نودع السنة الميلادية بعد 5 أيام، وإن شاء الله نقول تشيك أوت. إن شاء الله عام مقبل جديد علينا، إن شاء الله بيتم بالفرحة والخير والبركة، ويزيل عنا هالوباء هذا على أمة محمد وعلى العالم كله، وإن شاء الله يا رب تتحسن الأمور أحسن وأحسن. تحياتي لكم. طبعا هاي المنطقة يسموها منطقة تابعة لبلدية أتاكوم، منطقة أومر فلاري. هي هاي المنطقة الجميلة، بناياتها بشوارعها، مكان جميل. هسه احنا تقريبا منطقة تقاطع يسمونه شارع جاهل أوغلو. نعم، هذا المكان الجميل الروعة. واحنا راجعين من مركز المدينة حبينا نصور من مركز المدينة اللي هو تشفلك، مركز المدينة اللي هو تشفلك. فاحنا راجعين رجعنا على غير الطريق اللي هو على الأوسترات السريع، وجينا على جاهل أوغلو أتاكوم، والحمد لله حبينا نصور هاي اللقطات الجميلة والفيلم الجميل واحنا راجعين. هسه وصلنا عمر فلاري، وهذا اليوم هو بسوق الجمعة. طبعا هو المسواق اليوم يتخصص المخضر اللي هو بسوق الجمعة اللي هو بتركيش وعمر فلاري. احنا اجينا هسه ان شاء الله هم راح نتسوق، وتحياتي لكم، وتمتعوا ويانا بهذا الفيلم الجميل وهاي الإنارة الحلوة وتصوير المنظر الغروب كلش جميل هنا، جميل. أنا أتأسف إن كنت فوق قمة الجبل ما صورت لأن كانوا زحام وما قدرت. وتحياتي لكم، وننوركم على المدينة. مدينة عريقة، مدينة تقريبا 1,350,000 نسمة، مدينة كبيرة كلش، محيطة في هي اتجاه ساحل بحر، وبقت الاتجاهات عندك محافظة أماسيا ومحافظة أوردو ومحافظة سينوب، تنحد ب3 محافظات، كل محافظة 200 كيلو تبعد ساعتين. مدينة قضاءها ونواحيها كلش كبيرة. نعم، مدينة كبيرة، يعني مساحة كبيرة، نفوسها ما شاء الله، من غير الأجانب اللي بيها بال100,000 إلى 120,000 أجنبي من العرب وكل يعني الإنجيري والسوداني والصومالي والمغربي واليمني، ويعني كل الأضواء بيها. نعم، مدينة جميلة جدا. طبعا هذا السوق سادين الباب هنا، لازم نطلع منه. اليوم سوق جمعة ومسكر الشارع، لازم نحول على الاتجاه الثاني. مدينة عريقة وحلوة للاستثمار، ويا أخواننا اللي يحصل على الجنسية بطريقة بسيطة وقانونية وسهلة، اللي هو استثمار العقار، 250,000 دولار يشتري بناية، وبعد هاي البناية يستثمرها أجارات، وهو يحصل الجنسية والجواز لعائلته خلال 3 أشهر، ويبقى يأجر البناية إشارة حجز عليها مدة 3 سنوات، ومن بعد 3 سنوات
يقدر يبيعها إذا يحب يبيعها. نعم تمام. وهاي هي الشغلة وما بيها. وإحنا هسه دخلنا داخل الحارة والأزقة على مود نوصل السوق الجمعة.